اهلا بيكم جميعا ويا رب جميعا تكونوا بخير. ندخل في موضوعنا بسرعه عشان ما نطولش عليكم. اهم مباراه الاهلي اليوم هي ان الاهلي هيلعب في الدوري المصري الساعه 7 مساء مع فاركو في الجوله العاشره. طيب ايه غيابات الاهلي النهارده في مباراه فاركو؟ احمد عبد القادر عنده كتمه في رجله، فغالبا احمد عبد القادر خارج قائمه النادي الاهلي. طيب بالنسبه لصفقات النادي الاهلي، دلوقتي حاليا بيقولوا ان الاهلي خلاص بيخلص رسميا في محمد الضاوي صاحب 19 عام مهاجم النجم الساحلي، وبيقولوا ان الصفقه في الرتوش الاخيره خلاص. وفي مهاجم افريقي ولكن انا مش متاكد منه حاليا، فبالتالي مش هقدر اقول اسمه لان انا مش عايز اتكلم في حاجه غير لو انا متاكد منها. طبعا كلنا النهارده صحينا على خبر ان كهربا جاله خطاب من الفيفا بان ايقاف كهربا 6 شهور. خليني بقى انا اوضح لك المعلومه ديت لان في ناس فهمت المعلومه بطريقه غير صحيحه. اول حاجه هو ما جالوش ايقاف 6 شهور تاني لان هو اصلا بالتالي هو موقوف. هو كل اللي حصل ايه؟ محامي كهربا بعت خطاب للفيفا قال لهم هل ينفع ان كهربا يشارك في فبراير في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي؟ وبالتالي جه خطاب من الفيفا بالرفض ان كهربا مش هينفع يشارك في كاس العالم الا لما يسد الغرامه اللي عليه لنادي الزمالك. الغرامه اللي هي حوالي تقريبا 65 مليون مصري. فبالتالي كهربا مش هيقف تاني. هو لو دفع بكره الغرامه عادي تاني يوم ممكن تلاقيه عادي بيلعب ومفيش ادنى مشكله، ولكن لازم يدفع الغرامه مبدئيا. وانا بالنسبه لي بصراحه مش عايز اهتم بقصه كهربا لان انا اصلا بالنسبه لي كراجل بتفرج على الاهلي وبشجع النادي الاهلي، انا اساسا كهربا ما قدم ليش اي اضافه من ساعه ما جه النادي الاهلي غير ان هو موقوف. ما بيجيليش من وراه غير المشاكل. لعيب حرفيا انا يعني مع احترامي ليه وللناس اللي بتشجع كهربا انا ما شفتش منه لحد الان الاضافه، فبالتالي مش فارق معايا اذا كان هيدفع غرامته هيلعب او مش هيلعب. انا غير مهتم فعلا بقصه كهربا. ايه تاني في اخبار الدوري المصري موجوده النهارده؟ هقول لك ان احمد حسام ميدو مديرا فنيا رسمي للنادي الاسماعيلي للمره الثانيه، واول مباراه رسميه ليه هتكون امام الزمالك يوم الخميس الساعه 7 مساء. هنشوف بقى ميدو هل فعلا هيقدر يعمل طفره مع الاسماعيلي ولا لا. زي ما كلنا عارفين الاسماعيلي بيمر بظروف مش كويسه خالص وترتيبه في الجدول رقم 16. انت متخيل الاسماعيلي دراويش مصر؟ متخيل ان دراويش مصر في المركز ال 16؟ فهل ميدو فعلا يقدر يقدم الاضافه للاسماعيلي؟ ده اللي احنا لسه هنشوفه مع الايام. كان معاكم محمد عصام، انزل اكتب لي كومنت حلو منك وشكرا.